مساء الفل. لما بطلب من ابني حاجه فانا بعدي معاه على مستوى من الثلاث مستويات عشان ينفذ الحاجه اللي انا عايزاها. المستوى الاول واقل مستوى خالص مستوى العبيد، هو ان انا هربط الحاجه اللي انا عايزاها بالعقوبه. يعني روق اوضتك او هتتحرم من الموبايل، روق اوضتك او هتتحرم من البلاي ستيشن، روق اوضتك او هعاقبك في مفيش خروج النهارده، مفيش تدريب، او حتى هضرب. فده اول مستوى خالص بنعدي عليه، هو ان انا اربط بالطلب بتاعي عقوبه عشان يتم تنفيذه. وده للاسف مستوى رديء جدا بتاع الحيوانات للاسف اللي ما عندهاش عقل. فنلاقي الراجل اللي عنده حصان هو او عنده عربيه كارو، فهو بيضرب الحيوان اللي بيقول العربيه الحمار كل شويه بالعصايه عشان خاطر الحصان او الحمار اللي بيقول العربيه يتحرك لقدام، فبيعاقبه عشان يتحرك لقدام. ده اول مستوى، وده للحيوانات الغير عاقله. نرفع على المستوى الثاني اللي هو انا هكافئه بحاجه بقى، فانا هقول له روق اوضتك علشان اديك وقت بلاي ستيشن، روق اوضتك علشان اديك الموبايل، روق اوضتك عشان انزلك التدريب، وهكذا. فانا او هديك شوكولاته او حاجه حلوه، فانا ربطت الحاجه اللي انا بطلبها منه بمكافاه معينه هو بيحبها ومحتاجها. ده مستوى اعلى شويه، ده اللي بنشوفه مع الدلافين بقى والحيوانات الاذكى، ان هو بيكافئه بالسمكه. كل ما يعمل حاجه صح يروح حاطط له سمكه في بقه علشان يعرفه ان انت شاطر، فانت اهو بكافئتك. ولكن الحقيقه المستوى ده للاسف لو احنا تمسكنا بيه وقفنا عنده، هنلاقي ان انا محتاجه احرمه بقى طول الوقت عشان المكافاه يبقى ليها مرجو ويبقى ليها رد فعل عنده، وتعمل تؤتي اكلها زي ما بنقول، فتجيب نتيجتها اللي احنا محتاجينها. ثالث مستوى هو الحقيقه اعلى مستوى فيهم، وده اللي المفروض نبقى احنا بنتعامل بيه مع اولادنا ونوصل له مع اولادنا، لان هم الكائنات الاعقل في دول كلهم والكائنات الاذكى. فالمفروض ان انا لما اطلب حاجه منه يقوم يعملها عشان خاطر هو بيحبني، او عشان ماما ما تزعلش، او قايم يعملها عشان خاطر احساسه بالمسؤوليه. فروق اوضتك، هو قام يروق اوضته لان دي اوضته وهو مسؤول عنها وعن نظافتها، وعلشان النظافه ده جزء اساسي في حياتنا وما ينفعش نعيش في اوضه مبهدله. فيبقى عنده الاحساس الداخلي اللي نابع من جواه ان انا لما هطلب الطلب وعنده احساس بالمسؤوليه، وفي نفس الوقت بيحبني فيقوم ينفذ ده، وفي نفس الوقت هو شايف ان ده جزء يعني مشاركه منه في البيت معانا، بر والدين ايا كان السبب، ولكنه سبب عقلاني كل مره وسبب جيد جدا علشان يقوم ينفذ الحاجه اللي احنا طلبناها منه. مهم جدا ان احنا نتكلم مع اولادنا في الثلاث مستويات، نشجعهم على انهم يتحركوا من مستوى للمستوى اللي بعده، لان اولاد كتير لما بنطرح الفكره بيقول لك انا عايز بقى المكافاه، كافئني، اديني وكافئني. ولكن انا لو كل مره هكافئه، اولا هحوله الانسان مرتشي ما بيعملش الحاجه الا لما تديله السمكه في بقه. ثانيا هنلاقي ان في مشكله ان هو انا لازم احرمه طول الوقت، ونوضح له طب انا هحرمك طول الوقت عشان خاطر لما ادي يبقى ليها قيمه اللي انت بتاخده ده. فانا مش هينفع اديك حاجه حلوه اي وقت في اليوم، لكن لما تعمل هناولك حاجه حلوه، فتبقى هنا مشكله الحرمان هتبقى موجوده بصوره كبيره وهضايقك. فبالتالي الافضل دايما وافهمه انك تشغل عقلك وتكسب اللي قدامك وتشوف مصلحه الحاجه دي بتتعمل ليه، ويبقى عندك احساس بالمسؤوليه وعندك حب لاهلك انك ترضيهم، وعندك احساس ان ده جزء من مسؤوليتي ان انا اعمله واقوم اروق الاوضه، فانا هقوم اعمل ده. وده اعلى مستوى للتعامل. دمتم بصحه وسعاده.